عافية أستاذ ماكسيم. اليوم عم تزور اللاذقية وسط الحرائق الشديدة بالغابات. كيف شايف الوضع وشو هي الرسائل بتوجهها من هذا الموقع تحديدا اللي خلفك حاليا في حرائق كثير كبيرة؟ والله الحقيقة يعني أنا ما بخفيك إنه امبارح طلع بوشي فيديو. الحقيقة ما قدرت بعده إني ضل بالشام موجود، يعني حسيت إنه لازم أكون موجود هون. لازم أقول للشباب الأبطال، شباب الدفاع المدني، يعطيهم ألف عافية. كل المتطوعين كمان يعطيهم ألف عافية، عم يبذلوا جهد كتير كبير عن جد. الوضع صعب، ما له سهل. انت عم تحكي عن منطقة كلها غابات، مجرد انه تشعل فهي امتداداتها كتير كبيرة وممكن الهواء يأثر فأكيد لازم أكون موجود لأقول لهم شكرا، لأقدر أحاول ساعد على الأقل بأي شيء بقدر أعمله حتى لو معنويا. وبتمنى من الكل انه يقدر يحاول يقدم اي شيء، لانه الشباب فعلا هن ناطرين مساعدات لها علاقه تحديدا بموضوع صهاريج المي، صهاريج مثلا مشان الاليات، مازوت وهيك قصص. ممكن احيانا يكون في، اكيد يعني الشباب بدهم اكل وشرب احيانا، مع انه هن ما عم بيطلبوا، بس يعني هن ما عم بيطلبوا، بس هذا حقهم يعني، لانه ما عم بتنام الشباب يعني. فهذا شيء عن جد الواحد لازم يوقف عنده ويقدم لهم تحيه ويقول لهم شكرا كثير. ونحن جنبهم وبدنا نحاول، يعني شو بنقدر نعمل بدنا نحاول نعمل إن يعني. شاء الله. والله شوف، زيارة رائعة وجميلة وملفتة، والله الله يعطيك العافية. يعني هذا أقل شيء ممكن الله الواحد يعطيك يعمله. الله العافية، الله يعافيك يعطيك انت العافية، ويحميكم. مشكور، الله يكرمك يا شكرا رب، كثير. الله يسعدك.